من فترة كنت قاعدة أنا ورفيقتي وعم نضحك ونمزح ونلعب وننطوط ونغني، فبتقلي شو رأيك أحكي لك قصة؟ فأنا قلت لها قصة مين؟ قالت لي قصة جدي. أنا ضحكت قلت لها جدك؟ قالت لي إيه، هيدي القصة ماما حكت لي إياها وأنا رح أحكي لك إياها. قلت لها احكي لنشوف قصة جدك. فأنا قبل ما أخبركم هالخبرية بس بتمنى منكم يلي ما اشترك بالقناة يا ريت يشترك، وبتمنى منكم انكم ما تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. خلونا نبلش. في يوم من الأيام راح جدة لعند الدكتور لحتى يفك غرار محطوط برجله. كان متعرض لحادث كبير، فهيدا الحادث خلاه انه يتضرر برجله. فلما راح لعند الدكتور على العيادة شي الساعة 10 تقريبا الصبح، فدخل الدكتور قال له الختيار قال له إذا بتريد أنا مستعجل، يا ريت تعمل لي رجلي حتى إني روح، عندي موعد ضروري على الساعة 10:30. فقال له الدكتور ليش أنت مستعجل؟ إنه شو في عندك؟ قال له الختيار قال له عندي موعد مع زوجتي بدار المسنين على الساعة 10:30. فقال له الدكتور وليش زوجتك بالدار المسنين؟ فقال له هي ما بتتذكر شيء أبدا، هي مصابة بمرض الزهايمر وما بتقدر انه تتذكر او انه تتذكرني او انه تتذكر اي شيء تماما. كرمال هيك هي مانا ساكنة معي. قال له الدكتور يعني اذا ما رحت على الموعد بتعصب، يعني بتزعل لو تأخرت؟ صار يبكي الختيار وقال له بتمنى انه تكون عم تتذكرني، بس هي ما بتتذكر للأسف الشديد. هي صلى كتير من وقت طويل وهي ما بتتذكر اشي ابدا ابدا ابدا. فاستغرب الدكتور وقال له طيب ليش لك رايح انت لعندها؟ طب ليش رايح تزورها بدال هي ما عم تتذكرك ولا عم تتذكر اي شيء ابدا ابدا؟ فطلع فيه هيك وقال له الختيار قال له يا ابني اذا هي ما عم تتذكرني انا بتذكرها وما رح انساها، حتى لو هي ما عم تتذكر أنا رح ضلني طول عمري، طول ما أنا عم بتنفس رح ضلني اتذكرها ورح ضلني زورها ورح ضل إني اعتني فيها ورح روح كل يوم لعندها وكل يوم حتى لو ما هي متذكرتني أنا رح ضلني اتذكرها. يا ترى نحنا بهيك وقت في حدا عم يتذكر حدا؟ في حدا عم يتذكر حدا؟ ولا نحنا صفينا هيك انه ما في حدا يتذكرنا؟ انا بالنسبة لإلي هيدي القصة صح انه كتير قصيرة وكتير انه ما فيها كلام، بس الكلام يلي حكاه
هيدا الختيار معناه كتير كبير، كتير كبير ليلي سمع القصة. أنا متأكدة عرف وفهم شو معنى هيدي القصة. وبتمنى منكم إذا عجبتكم القصة يا ريت تكتبولي بالكومنتات، وبتمنى منكم إذا في أي موضوع بتحبوا إنه نحكي فيه يا ريت كمان تكتبولي بالكومنتات. وبتمنى منكم إنكم يلي ما اشترك بالقناة يا ريت يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس حتى يوصله كل جديد. بأمان الله وحفظه ورعايته.